السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بعد ماتش سيراميكا وشوية كلام كده على الماتش. بس نبدأ الأول، نقول للناس كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن شاء الله لسه معرفناش العيد بكرة ولا لأ، بس يعني. وطبعا بندعي لأهلنا في غزة في ظروفهم الصعبة والحصار اللي هم فيه والقصف والجوع. ربنا ينصرهم ويدعمهم ويكرمهم بحق الأيام المفترجة دي، والدنيا تتحسن علشان الظروف الصعبة اللي هم بيعدوا فيها يعني. امبارح كان ماتش زمالك وسيراميكا في قبل نهائي الكاس. قبل ما نخش على الماتش ونتكلم في شوية تفاصيل مهمة فيه كده، أنا بس كنت حابب الأول أعلق على التويتة بتاعت كابتن أحمد شوبير بتاعت إن كاس مصر ملوش طعم من غير الأهلي. معرفش طعم إيه اللي هو مستنيه. امبارح الماتش بتاع زمالك وسيراميكا كان هايل الحقيقة يعني. هما بيشجعوا الأهلي والأهلي انسحب، وانسحب من البطولتين سواء الكاس السنه اللي فاتت او الدوري السنه دي لاسباب واهيه جدا يعني. يعني انا متفاهم فكره، يعني مش متفاهم قوي الصراحه. يعني انا السنه اللي فاتت لما الزمالك ادارته انسحبت من الماتش الفاينل، كان الواحد شويه كده رافض الموضوع كله على بعضه. يعني مش الفاينل، لما انسحبنا من الدوري في ماتش بعد الماتش الاهلي، بعد ما لعبنا ماتش فاركو في الدوري وانسحبنا، كان الواحد شويه متفاهم طلبات اداره الزمالك. مش متفاهم قرار الانسحاب، يعني متفاهم طلبات اداره الزمالك ان هي فكره. انت طلباتك كانت ان الجدول الدوري كنا بنلعب الدور الاولاني، الدور الثاني الاول قبل الدور الاولاني، وجدول الدوري مش منتظم والمواعيد بتتغير، والاشخاص اللي زي عامر حسين اللي دمروا المسابقه موجودين، ومطلوب ان اللي يبقى فيه شفافيه في محاسبه الناس سواء حكام او رؤساء لجان او يعني. طلبات الزمالك كانت ليها علاقه بتحسين المنظومه كلها. يعني فعلا طلبات الزمالك اللي هي الزمالك دخل في صدام عشانها وبناء عليها انسحب من ماتش الاهلي وكان هينسحب من الدوري، كانت ليها علاقه نسبيا بفكره تحسين المنظومه. يعني كان ليها علاقه نسبيا بفكره تحسين المنظومه، بفكره ان الكوره في مصر كانت مطلوب ليها وقفه. شكل الدوري، مواعيده، تنظيمه، الحكام، كان كلام مخصص يفيد الكره المصريه. احنا بقالنا اسبوع تقريبا او اكتر من يوم 11، من يوم ما الاهلي انسحب من الديربي، من قبل 11، من يوم 7 تقريبا، او من يوم ما انسحبوا من الديربي، من يوم 11 مارس تقريبا. من يوم ما انسحبوا من الديربي وهم بيتكلموا في فكره ان هم الاهلي بيحاول يصلح المنظومه. انا مش قادر افهم ايه اصلاح المنظومه في ان انت طالب حكام اجانب على حساب الزمالك. يعني هو ده طلب الاهلي اصلا. طلب الاهلي انا عايز حكام اجانب الزمالك يدفعهم. ايه علاقه ده بالمنظومه في مصر؟ يعني بس سؤالي بس للناس اللي زي شوبير اللي شايفين ان الكره، ان كاس مصر ملوش معنى من غير الاهلي. ما اعرفش ليه اصلا. طب الاهلي انسحب نعمل ايه؟ هنلعب عادي يعني. هو وده اللي كان هيحصل في الدوري لو هم كانوا انسحبوا. هم ما انسحبوش وهيكملوا الدوري، بس هو عادي هنلعب يعني. وعادي، والكره هتلاقي اللي ليها اللي يشوفها ويسبول. هي دي الحقيقه اللي الاهلي بيحاول ينكرها هو والناس اللي زيه. يعني ان الكره في مصر ما تستقيمش الا بوجودهم بشروطهم. لا، الكره في مصر لازم تستقيم بوجود اي حد ايا كان الفرق اللي موجوده. الدنيا ما بتقفش على حد، لا اهلي ولا غيره. يعني الدنيا ما بتقفش على حد، بس يكون المسابقه الاهم من وجود الاهلي ان المسابقه يكون ليها نظام، يكون ليها تنظيم، يكون ليها قواعد، يكون ليها اول من اخر، يكون ليها ضوابط. مش طلباتك هي معناها اصلاح الكره المصريه. يعني هو انا مش اي حد يطلب حاجه يبقى اصلاح الكره المصريه. يعني انت عايز زيزو فانت كده اصلحت الكره المصريه. طلبات الاهلي لا تمثل اي اصلاح للكره المصريه. اصلاح الكره المصريه كان يتمثل في جزء من طلبات الزمالك السنه اللي فاتت اللي الاهلي ما انضمش عليها يعني. لازم نقول بس تبقى واضحه وتحط في نصابها. الزمالك السنه اللي فاتت الاهلي لما طلب مطالب شرعيه كانت تتمثل في ان الماتشات يكون ليها اول من اخر، يكون ليها بدايه ونهايه، الفرق تلعب في اوقات معينه. لجنه المسابقات اللي كان بيديرها شخص بقاله سنين بيديرها بفساد واضح لصالح الاهلي، يتغير التحكيم، الحكام، كل الحاجات دي كانت ومحاسبه الحكام واخطائهم وتقييم واضح ليهم. كان الهدف الاول منها اصلاح الكره المصريه بجد. يعني طلبات الزمالك السنه اللي فاتت كانت اصلاح الكره المصريه بجد. الاهلي السنه دي ملوش طلبات. انا يعني ايه الطلب اللي الناس بتتكلم فيه ان الاهلي بيحاول يصلح منظومه الكوره في مصر والزمالك ما انضمش عليه؟ ان هو عايز حكام اجانب على حساب الزمالك عشان يجمل صورة الدوري اللي هو أصلا مفضوح بكم الأخطاء اللي ارتكبت لصالح الأهلي وضد الزمالك.
السنه دي تحديدا، يعني انا هاجي لقصه التحكيم في ماتش سيراميكا يعني، بس هو دي كان لازم ابروز قوي النقطه دي. هي فكره ملوش طعم من غير الاهلي، لا هو اي حاجه فاسده ملهاش طعم. المسابقه لو فاسده لصالح الاهلي بطلباته فهي مسابقه سيئه، سيئه وسيئه السمعه. المسابقه لما تدار بشكل احترافي وبشكل منظم، ليه مواعيد، ليه بدايه وليه نهايه، وحكام ليها مرجعيه واحده، القرار بيتحسب للنادي ده زي النادي ده، وانت مغمض عينيك، زي صوره العداله اللي هي موجوده ومعروفه في كل حته بتاعت الست اللي شايله ميزان وبتعدل عليه. هتبقى المسابقه بشكل ملاعب مليان بدل ال 5000. امبارح بنلعب سيمي فاينل الكاس ب 5000 متفرج، بملاعب نظيفه، ملاعب محترمه، مش ملعب برج العرب اللي بقاله مثلا 10 سنين نجيلته ومحتاجه تتظبط. بقالنا 10 سنين بنسمع ان ملعب برج العرب احسن من الكامب نو، وهو اصلا الكره ما بتمشيش عليه، كانك بتلعب في يعني في ملاعب تمرين في دول زي جنوب افريقيا وزي رواندا وزي احسن من مصر دلوقتي. يعني مش هنقول مثلا بطولات اوروبا وبتاع، في مشاكل في الكره المصريه، بس مش من ضمنها ان الاهلي عايز حكام اجانب على حساب الزمالك يعني. تمام كده. الحكام الاجانب لو بيديروا المسابقه كلها هيعملوا فارق، والحكام الاجانب تيجي حكام اجانب ناس لا حد بيوجهها ولا حد بيطلب منها حاجه، ولا حد بيقول لها احسبي ضربتين جزاء، ولا حد بيقول لها اطردي لعيب في اول دقيقتين في الماتش عشان الحكام الاجانب زي الحكم اللي ادار الماتش امبارح بالشكل اللي هو ادار بيه. انا ما اعرفش بعد كده ايه اللي هيحصل. اللي ادار بيه ماتش الزمالك وسيراميكا ده، هي ده النموذج للحكام الاجانب اللي ممكن تفرق في شكل المسابقه، ومش ماتش، مش ماتش، محتاجينها طول الموسم. يا اما حكام مصر تعرف ان في كارثه في ادائهم، مش الكارثه ان هو يغلط لصالح الاهلي فغلطته تتدارى يعني. الكارثه يعرفوا ان هم في مشكله عندهم حقيقيه في تقييم القرارات، بدليل ان اكبر حكام كان بيبقى ليها اسم في مصر في اي وقت من الاوقات كانت بتطلع بره مصر كانت بتسبب في فضائح قاريه. ولسه اللي حصل في ماتش الوداد والترجي اللي حكمه جهاد جريشه ايام ما كان موجود، واللي لسه وكل يعني كل حكم من عندنا، سواء احمد الغندور، سواء البنا، سواء امين عمر، بيطلع بقى امين بيطلع بره مصر يحكم في اي بلد جنبينا، بتبقى الفضائح للركب، وفي ناس بتوصل للضرب والاهانات وبتاع. لازم الناس تفهم في مشكله في التحكيم في مصر، وفي منظومته، وفي طريقه ادارته، وفي الضغط على الحكام لصالح الاهلي. وان هم مش بس كفاءتهم، ان هو فكره ان انت موجه بالاخطاء بشكل معين لصالح فريق معين عشان تحافظ على وجودهم وعلى رضاهم وعلى رضا جمهورهم، والكلام ده مش هيقدم ولا هيأخر يعني. بس يعني دي النقطه اللي كانت لازم تتبروز يعني بخصوص الانسحاب. خلينا بقى نروح للماتش. الماتش اللي اتلعب امبارح في قبل نهائي الكاس، كان في ماتشين. كان ماتش بيراميدز والبنك الاهلي، خلص لصالح بيراميدز 4-0 في مباراه كانت سهله جدا للبيراميدز يعني. كان السيمي فاينال الثاني اللي هو طرفه الزمالك وسيراميكا، اللي خلص 2-1 للزمالك. الحقيقه الزمالك بدأ الماتش بشكل مغاير للاداء اللي كان في كاس الرابطه، طبعا لوجود اللعيبه. هو طبعا هو اللعيبه الدوليه اللي كانت موجوده في المنتخب، اللي كان موجود زيزو وحسام عبد المجيد. حسام ما بدأش مع المنتخب، ما لعبش مع المنتخب تقريبا خالص. هو تقريبا كان يعني من ما لعبش حاجه من يوم ماتش سموحه في الكاس. زيزو كان لعب الماتشين بتوع المنتخب، فالجهاز الفني بقياده بيسيرو فضل ان هو ما يبداش بيه، ووظف الاجنحه اللي هي اقرب لاجنحه شويه داخله لقلب الملعب، سواء عبد الله السعيد وناصر. اللي كان عبد الله ارتاح الماتش التاني وماتش الرابطه بعد ما لعب الماتش الاولاني اللي هو ماتش الجونه كله اساسي. الزمالك بدأ بالثلاثة 4-3 المعتادة بتاعت بيسيرو من ساعة لما جه، اللي بيحاول يثبتها. انا ما عنديش مشكلة في الطريقة، يعني الطريقة الرقمية ايا كانت 4-3-5، ايا كانت الطريقة الرقمية هي هدفها في الاول وفي الاخر ان الفرقة تظهر بشكل كويس، وتقدر تخلق فرص هجوميا وما تتهددش دفاعيا. فكرة ان الطريقة رقميا 3، والناس اتكلمت في حاجات كتير جدا، منها فكره ان الثلاث مساكين مع تقديرنا ليهم، الونش عنده مشكله شويه في ان هو مش عارف يستعيد فورمته، وان هو مش عارف يبقى الونش اللي قبل الاصابه، وان الثلاث مساكين متشابهين شويه في الستايل، ما فيهمش حد زي مثلا يعتبر باك طرف اقرب يعني شبه حمزه المسلوسي. احنا بدانا بال 3-4-3 المعتاده، بدانا بمحمد صبحي اللي الراجل بيلعبه في الكاس، واضح ان الراجل بيديله في الكاس يعني. قدامه ثلاثة مساكين، الونش في القلب كالعادة، على شماله المساك الشمال حسام عبد المجيد، وعلى يمينه صلاح مصدق اللي عمل ماتش معقول جدا
بنزول زلاكا ظهر بشكل افضل يعني، لانه كان ساعتها اتواجه في مساحات يعني. باك يمين عمر جابر، وباك شمال محمود بن طايق، في واحد من اقل ماتشات محمود بن طايق من ساعه وصوله. يعني الحقيقه انا شايف ان محمود بن طايق عنده احسن من كده. هو حتى تقييم محمود بن طايق اكوردنج لسوفا سكور يعني هو واخد اقل تقييم تقريبا في اللعيبه اللي لعبت مع صبحي. طبعا صبحي اعتقد لان الفرصه راحت عليه مش كتير ودخل فيه جول، غير ان هو نسبته في الباص كانت قليله يعني 46% تقريبا في الباص اللي جاله يعني. محمود بنتايج واخد ريتنج 6.4، وده يمكن من اقل المرات اللي محمود بنتايج كان موجود فيها مع الزمالك. وانا شايف ان هو كسل يغطي في كوره الجول، يعني هو ما رجعش مع حسام عبد المجيد وسابه يغطي، يعني وقف. يعني اللي يشوف الجول تاني هيحس ان محمود بنتايج ما كانش مصحصح قوي يعني، وكان في حته كسل كده منه. اعتقد ان الى جانب ان سيراميكا كانت مركزه اللعب لفتره ما لحد نزول زلاكا عليه في المكان ده. يعني كان بيحاولوا يضغطوا من ناحيه الباك الشمال من ورا محمود بن طاهر، يمكن تكون ده السبب في ظهوره بالشكل ده. بس حتى هجوميا محمود ما قدمش. طبعا ده يرجع للعيبه زي شلبي مثلا، ما طلعتوش في الكوره اللي هنجيلها يعني، بس هو حتى الحاجات اللي وصل بيها ما كانتش مؤثره قوي هجوميا زي الفتره اللي فاتت يعني. في قلب الملعب كان بيلعب محمد شحاته ودونجا، هم دول الاثنين الديفندرات في مباراه من احسن مباريات محمد شحاته منذ انضمام للزمالك، ان لم تكن الافضل على الاطلاق. يعني هو محمد شحاته قدم وجه مغاير تماما لكل اللي كان بيقدمه قبل كده، وكان مؤثر جدا في صناعه اللعب، مش مجرد ان هو الدور العادي للعيب نص الملعب المدافع في القطع والتسليم. لا، محمد كان بياخد الكرة ويكمل، وكان السبب في خلق فرص كتير يعني، في خلق اكتر من كوره يعني. يعني انا شايف ان محمد شحاته مثلا في بدايه الهجمه اللي هي بتاعت البينالتي، اللي هو الجون الاولاني اللي سجلناه بالبينالتي، عامل باص بوش رجله مؤثر في مساحه لعبد الله حلو جدا، حلو جدا جدا يعني. انفراد سيف الجزيري اللي هو اتكعبل فيها وما عرفش يحط المدافع في ظهره، وراح حاططها لزيزو، وزيزو حطها طلعها بس ثابت في الشوط الثاني. كانت برده كوره من محمد شحاته هو اللي مكمل فيها يعني. فهو شحاته كان كويس. حتى كره البينالتي اللي اتحسب وعبد الله ضيعه، كان محمد شحاته اللي بادي الهجمه وطلع عمر جابر لعبها من عرض الناصر ماهر، حطها لعبد الله، عبد الله شاطها وجت في ايد المدافع فاتحسبت بينالتي. فشحاته كان مؤثر في صناعه اللعب على مستوى صناعه اللعب والخروج بالكوره، وده شيء كويس ونتمنى ان هو يستمر عليه. ممكن تكون بصمه لبيسيرو، ممكن تكون، بس المؤكد ان شحاته امبارح قدم مباراه طيبه جدا على مستوى التغطيه وعلى مستوى الخروج بالكره وعلى مستوى صناعه اللعب وعلى مستوى المجهود. تقييم شحاته اكوردنج لسوفا سكور 6.9. انا شايف ان هو كان يستاهل اكتر من كده، بس هو مباراه كويسه، مباراه شحاته حقيقي. جنبه دونجا تحت الوينجين اللي هم كانوا اتنين صناع لعب اكتر منهم في القلب يعني، مع وجودهم برضه على الاطراف، لان ما نقدرش نقول ما كانش موجود على الاطراف يعني، لان عبد الله في كره البينالتي اللي هو الجون الاولاني كان موجود في نفس في المكان في يعتبر مكان الجناح يعني في خطه بيسيرو، لان بيسيرو اقرب بيدخل الجناحين اللي هم عنده لقلب الملعب شويه في المسافه بين الباك والمساك، علشان الباك الطرف سواء بن طايق او فتوح او عمر جابر يبقى هو الظهير يبقى هو قايم بدور الوينج اللي هو ماسك الخط يعني. وناصر ماهر اللي لسه برضو في مشكله في اداء ناصر يعني. في تويته كان كاتبها صديقنا عمرو يعني الجديره بالذكر يعني في قصه ناصر ماهر يعني، ان ناصر المفروض يرفع عينه ويبص على عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه، ورغم ان هو ضيع بينالتي بس عبد الله فضل في الملعب وفضل مؤثر وفضل بيحاول وفضل بيجرب وفضل بيشتغل. ناصر تحس فيه سنه كسل، تحس بيقف، تحس بينفخ، تحس زعلان ان هو خارج وهو بيتغير. الحقيقه ناصر محتاج يقف مع نفسه ويفهم ان القصه مش قصه مدرب، القصه قصتك انت يا ناصر. انت عايز تبقى فين؟ عايز تبقى في نادي كبير ونجم الفرقه. عبد الله قدامك، عبد الله السعيد قدامك باللي بيقدمه وباللي بيحاولوا. زيزو قدامك، رغم ان زيزو مر بدروبات وعنده وبقالنا فتره زيزو بعيد، بس بيفضل زيزو بمحاولاته طول الوقت وباصراره طول الوقت، انه بيحاول في كل كوره وبيجري في كل كوره وبيتدرب كويس، يفضل ان هو سوبر ستار. هو ده السبب الرئيسي لوجود زيزو في المكانه دي، هو الاصرار، هو فكره الموهبه ممكن توصلك لنادي الزمالك يا ناصر زي ما وصلت، وزي ما وصلت لعبت في الاهلي، بس الموهبه مش هتحافظ لك على مكانك. شوف عبد الله بيعمل ايه، وشوف انت فين وعبد الله فين يا ناصر قبل ما نتكلم. تحت راس الحربه
سيف الدين الجزيري. الحقيقه انا كل ماتش لازم اتكلم على سيف الدين الجزيري، لان في النهايه انا عندي فرود اجنبي شغلته يخلص ويسجل. سيف الدين الجزيري جات له كورتين، واحده منهم جوه الست يارده بالدماغ، لعبها في المدرج، وانفراد اللي عمله له محمد شحاته كمل فيه وبصال زيزو، ما عرفش يحطها. طب يعني فرود اجنبي دي، طيب ما هي يعني، ما هو التصرفات دي يعني انا مش قادر افهم ايه يعني سيف الدين الجزيري اللي احنا الاداره جددت له في واحده من اسوأ القرارات اللي خدتها اداره الزمالك من وصولها يعني. انا مش قادر افهم ايه الاضافه اللي بيعملها اللي يستحق عليها مرتب نص مليون دولار في السنه. يعني انا مش قادر افهم. الفيرو بيسجل يا جماعه، يعني الفيرو بيسجل يا جماعه، بعيدا عن واجبات سيف الجزيري التانية في اللينك مع الخطوط والربط وانه يقف على الكوره ويطلع زمايله. سيف بيفقد الكوره بسهوله جدا جدا، من اكتر اللعيبه. يعني انا عشوائي كده راندم، انا والله ما بصيتش على الارقام يعني، بس الارقام بتاعت سيف الجزيري، سيف الجزيري ما شاطش ولا كوره على الجون، ما شاطش ولا كوره على الجون. يعني والله انا كل ماتش بفتح الارقام بتاعته بالصدفه، بس ما شاطش ولا كوره على الجون. شاط كوره بره الجون، حاول يرقص مرتين اتقطعت، لمس الكوره 18 مره، لعب 7 منهم صح. يعني يعني طب انا يعني هو فيرود لا بيسجل ولا بيصنع ولا مؤثر. طيب هو عقد ب 30 مليون جنيه في السنه. ما انا تعبت بالكلام على سيف الجزيري. ويعني لو اداره الزمالك عندها اي قدره لخروجه في الصيف لصالح مهاجم تاني، اتمنى نشوف. يعني احنا بنتكلم في فينستون مايلي في بيراميدز منافس بتاعك، وسام ابو علي وجنشار في الاهلي. هل حد ممكن يحط سيف الجزيري في مقارنه مع دول؟ يقول لنا، يعني يقول لنا الدنيا فيها ايه، يقول لنا يشرح لنا كده ازاي الزمالك مطلوب منه ينافس بفيرود زي ده. لان ده الفيرود الاساسي برضه في النهايه. ما انا الفيرود الاساسي بتاعي ما بقاش ناصر منسي. يعني لو ناصر منسي بيلعب عليه خلاص يمشي خالص بقى. يعني ما هو وحق الله ان ناصر منسي يلعب عليه، يعني ناصر منسي يلعب عليه احسن منه. شويه ملاحظات بقى على الماتش على السريع كده بعد ما اتكلمنا على اللعيبه من التشكيل. يعني الدقيقة 25 حامل الراية رفع اوفسايد على سيف الجزيري، انا شايفها مش اوفسايد، بس هو الراجل لان الكرة ما يعني سيف ما راحش على الجون دايركت، وقف وحاول يلعبها بالعرض طبعا يعني. ورفع، فالكرة دي كانت ممكن تكون يعني ممكن تكون غلطة، بس هي ما حدش حاسس بيها قوي يعني. الزمالك في الشوط الاولاني كان عنده صعوبة شوية في تخطي ضغط اللي كان عامله سيراميكا على فرقة الزمالك، لان علي ماهر كان بيلعب هاي لاين، كان بيضغط عالي جدا، والفرقه كانت بترجع لصبحي كتير اللي بيلعب كره طوليه لسيف الجزيري اللي كان ما بياخدهاش طبعا، او كانت بتتقطع قبل ما توصل لسيف الجزيري، او لو راحت زي ما اتحسبت اوفسايد يعني. نقطه الماتش واهم حاجه لازم تتبروز لاداره الزمالك في كل الالعاب، وجود الحكام الاجانب اللي طلبهم سيراميكا. طبعا شكرا جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ولكل الناس اللي شغاله معاه في بقيه الانديه، سواء سيراميكا سواء مودرن سواء سموحه، لكل رؤساء الانديه اللي يعتبروا شغالين تحته يعني، في انديه كده شغلانتها ان هي تخدم عليه، اللي هو طلب حكام اجانب للماتش الزمالك ودفع تكلفتهم كمان رئيس نادي سيراميكا يعني. امبارح الحكم كان مؤثر جدا في الماتش. اول نقطه مؤثره تقدر تشوفها بعينيك ان لعيبه الزمالك كان عندها القدره انها تلعب كوره، لانها متاكده ان الحكم مش ما عندوش توجه، مش محتاجه. يعني فكره ان الحكم نازل هيظلمك والكوره ال 50-50 في مساحه ان هي تبقى ضدك، دي في حد ذاتها بتضغط على اللعيب بتاعك، بتفرق مع الفرقه. انت لما بتدي اللعيبه بتحس ان الحكم ما عندوش توجه، وان الحكم نازل يحكم لمجرد ان هو نازل يشوف شغله في الملعب بدون توجه بدون رؤيه، تقدر تشوف ان الحكم كان كويس في لقطات زي مش هقول لك البينالتي اللي هو ما حسبوش وراح شافه في الفار، يعني هو يعني عادي رجع على قراره لما شافه غلط، بس تقدر تشوفها بوضوح في حاجات تافهه جدا. تقدر تشوفها مثلا في اخر 6 دقائق والزمالك في نص ملعب سيراميكا، والفرقه بيتحسب لها فاول في الثاني، ولعيب من سيراميكا بياخد انذار. لو حكم مصري ودي النتيجه اللي هي وحسب 2 بينالتي للزمالك، كان هيبقى تند جدا انه ما يحسبش فاولات. هو الحكم المصري ما كانش يحسب 2 بينالتي للزمالك عشان يعني نقفلها، عشان نقفلها. على فكره الزمالك كان ليه شبهه بينالتي ثالث لسيف الجزيري، بس في الشوط الثاني بعد ال2 بينالتي والحكم ما شافهاش يعني، بس مش هنقدر نقول انه ظلم الزمالك الحقيقه يعني. وفي لقطه ثانيه ان هو بعد 6 دقائق الزمالك قدر يضيع ال6 دقائق باستحواذ سلبي عند الكورنر. مصطفى شلبي
زيزو فضلوا ان هم يتنقلوا الكوره شويه يعني لحد ما الست دقائق خلصوا يعني. الحكم ما كملش الهجمه. احنا عندنا في مصر اولا لو الزمالك خسران، الزمالك متقدم، بيدوا وقت بدل ضايع ازيد شويه، بيدوا وقت بدل ضايع ازيد شويه. وغير الوقت بدل ضايع ازيد شويه بيستنى الهجمه تكمل. يعني انا فاكر ماتش المقاولين السنه اللي قبل اللي فاتت، دوري 2022 2023، كان الزمالك متقدم 2-1 والماتش خلص فعليا واتحسب كورنر للمقاولين، والراجل بشكل غريب جدا كمل الكورنر رغم كأن الكورنر بينالتي مثلا يعني. الكرة كانت مع سيراميكا في نص ملعبها والحكم صفر بعد الست دقايق ونص ولا حاجه، لما هو كان مدي اربعه ولعبوا دقيقتين كمان وبتاع يعني. الفكره كلها ان الراجل حكم ما عندوش توجه، ما عندوش قرار في النتيجه. حكام مصر عندهم قرار في النتيجه. حكام مصر بتبقى نازله ماتش سيراميكا بتاع الزمالك في ضربه جزاء ناصر منسي اتقص فيها، يعني الناس بتتكلم على هاند بول ماتش سيراميكا في الدوري. الكوره دي ناصر منسي اتقص في الكوره، اتشاط في رجله. حكام مصر بتبقى نازله بالنتيجه، مش عايزه تدي قرار مؤثر. الراجل بمنتهى البساطه في اول الماتش، يعني في اول نص ساعه في الماتش بينالتي الزمالك حسبه عادي جدا. الشوط الثاني كوره جت في ايد مدافع حسبها. هو ملوش دعوه بالنتيجه. انا الفكره الرئيسيه لاي حكم ان هو ملوش دعوه بالنتيجه. انا مش شغلاني النتيجه، مش مشغول بالنتيجه. حكام مصر الموضوع صعب جدا. الزمالك السنه دي لعب ماتش المصري في برج العرب بحكام اجانب من احسن ماتشات الموسم، ماتش امبارح بحكام اجانب، ماتش الديربي اللي تعادلناه من احسن، دي مش صدفه. حتى السوبر الافريقي رغم ضربه الجزاء اللي هي اتحسبت للاهلي اللي هي كان في زيها للزمالك ممكن يتحسب، بس برضو تاثير الحكم كان اقل من الحكام المصريين. اللي امين عمر بعدها باسبوع لغي جون للزمالك وطرد الاكرم توفيق في الماتش، يعني في قلب الماتش، يعني في السوبر المصري يعني. فالحكام الاجانب انا شايف ان هم نقطه لازم اداره الزمالك تحطها كبيره كده. اي ماتش حاسب للزمالك في اي لعبه. طبعا احنا امبارح شفنا المهزله بتاعه ماتش الاهلي والبنك الاهلي في ماتش الهاند بول، في اللي هو في اخر دقيقه الكره اللي ما اتحسبتش اللي كانت ممكن تغير مسار الدوري للبنك الاهلي يعني. الماتش راح لتعادل والاهلي كسب برميات جزاء يعني. انا مش هاند بول، بس الكره واضحه انها يعني باراء الناس كلها يعني شوفوها. فالقرارات اللي لازم تاخدها اداره الزمالك ان اي ماتش كبير لاي فرقه في اي لعبه لازم محتاجه حكام اجانب. اداره الزمالك لازم تدرك ان الحكام الاجانب زي المدربين الاجانب. وسبحان من خلى الاهلي والفرق اللي بتلاعب الزمالك ادركت ان هي ممكن تجيب حكام اجانب، والحكام الاجانب دي تساعدها او تكون مفيده ليها في الملعب. يعني انا مش قادر افهم الحكام المصريين يعني يعتبروا، انا اتحدى اصلا لو الفرق دي طلبت حكام اجانب تاني. يعني ممكن الاهلي يفضل يطلب حكام اجانب عشان هو انسحب وباع له جمهوره فكره الحكام الاجانب وبتاع. بس الفرق دي خلاص انتهت بعد اللي حصل امبارح. الحكم الاجنبي اللي جه وحكم مصنف في نقطه برضو ان توفيق السيد طلع بعد الماتش بيتكلم على الحكم وبيقيم قرار ضربه الجزاء. معلش يا كابتن توفيق، هو انت حكمت في نفس الليفل اللي الحكم حكم فيه؟ يعني انا مثلا اجيب لعيب مثلا كان بيلعب مثلا في الدرجه الثانيه او في دورات رمضان من الاجوان الحلوه اللي احنا بنشوفها دي، واقول له قيم لامين يامال مثلا او قيم بدري لعيبه برشلونه. انت بالنسبه للحكام اللي بره دي يا كابتن توفيق زي بالظبط بدري لعيبه الدلنجات والحاجات دي. انت حكم لا مالكش بصمه على المستوى الدولي، ما لعبتش دولي، مالكش بطوله دوليه رحتها. انت مبطل تحكيم بفضيحه في ماتش الزمالك والشرطه. انت لولا ان الاهلي هو اللي بيحكم بيعين الحكام، وانت معروف ان انت حكم محسوب على الاهلي وعلى كابتن شوبير صاحبك وبتطلع معاه في البرنامج، انت ما كانش هيبقى ليك وجود. انت موجود في دوله علشان معدومي الكفاءات ليهم مكان فيها، بس ده سبب وجودك الرئيسي. طبعا المحسوبين على الاهلي والاهلي بيحبهم زي كده محمد كمال ريشه ما حسب للاهلي جون بدوري فبقى موجود في قناه الاهلي. هي ماشيه كده. وزي محمد فاروق وتاريخه اللي موجود في وزي وجيه احمد صاحب الرايه الشهيره في دوري 95 96 اللي رفع عليها فبالتالي موجود في لجان الحكام. فهو انت يعني تقييمك انت ان انت تشوف الكوره ضربه جزاء، انت ما ينفعش تقلع عليك خبير تحكيمي وتقيم حكم كان بيحكم في اولمبياد وكاس عالم. انت الراجل بيلعب في ليفل وانت كنت في ليفل تاني خالص. ما ينفعش اجيب حد انت قدرتك حتى على الحكم على الموضوع صعب. ده مش يعني ده مش زي لعيب ومدرب. انت بتتكلم في حكم واحد بيقيم الحكم. ما هو انت ما قدراتك التحكيميه باينه يعني. ما هو انت قدراتك، ما هو نفس فهمك للعبه اللي انت كنت بتحكم بيه هو اللي انت بتقيم بيه. فيعني يا ريت لما يكون في حكم اجنبي تسكت. بجد بجد والله يعني يا ريت ما تسمعناش رايك بجد والله.
مش لازم ترضي قنوات الاهلي، ومش لازم ترضي محللين الاهلي ولجان الاهلي وكابتن شوبير علشان تحافظ على اكل عيشك يعني. ضربه الجزاء، وزي ما اتكلمنا في الباص اللي عمله شحاته، وان هي الكره، وطبعا الكره ضربه جزاء يعني الكره عدت. انا بس عايز حد كده يكون لمن له قلب او القى السمع وهو شهيد، شوف الكوره كده. عبد الله عدى، خد الكوره من ناحيه الوينج ودخل لجوه، والكوره عدت، ولعيب سيراميكا مش رايح للكوره اصلا، لعيب سيراميكا رايح لعبد الله، رايح لرجل عبد الله، وفي التحام وعبد الله وقع. طب هو ايه المفروض تعريف ضربه الجزاء يعني؟ عبد الله بيتقدم ويحطها بثبات وبشكل كويس، وللاسف يعني ضاعت ضربه جزاء ثانيه في الماتش، بس الجون ده كان شكله كويس من عبد الله. وهو غير على فكره يعني، عبد الله ما شاطش في نفس عبد الله ما شاطش هو الشوط الاولانيه على يمين الحارس، الشوط الثاني على شمال الحارس، فكان ممكن يكمل على زاويته عادي يعني. هو طبعا هو ما فيهاش غلط، بس هو فكره هي توفيق طبعا. وعبد الله تقريبا دي اول ضربه جزاء يضيعها من ساعه لما جه الزمالك. انا ما عنديش احصائيه هو شاط كام ضربه من ساعه لما جه، بس هو كل شاطهم جابهم، سواء في الدوري او في الحاسمه، في السوبر هنا والسوبر هنا، ف او قدام بيراميدز في كاس السوبر. نتمنى عبد الله تكون نقطه ومن اول السطر، وما يكونش ضربه جزاء تانيه تضيع، لان انت مصدر ثقه الفرقه في ضربات الجزاء اكتر واحد. يعني يمكن زيزو هو اللي مصنف الاول في شوطها، بس ناس كتير وانا منهم الصراحه بثق في فكره ان عبد الله يحط البينالتي اكتر يعني. انا بتكلم على البينالتي الثانيه. سجلنا وتقدمنا، وبعدين سيراميكا ابتدى يحاول يعني يتجاوز الميديان بلوك اللي كان عامله الزمالك طول الشوط الاولاني. في كوره كده كانت زي ما اتكلمنا على شحاته بشكل كويس، باص غلط من شحاته رجعها في قلب الملعب في الشوط الاولاني. لعيب سيراميكا خدها على صدره في القلب كده في الحته اللي فيها الونش، وشحاته كان دخل معاه، للاسف عملت انفراد وطلعها صبحي برجليه بشكل كويس قوي. نقطه تحسب لصبحي تماما، من احسن لقطاته في الماتش يعني. وعرضيه برده من ناحيه عمر جابر، من ناحيه محمود بن تايك، من ناحيه محمود بن تايك اللي سيراميكا كانت بتضغط من ناحيتها، طلع صبحي خدها. الشوط الاولاني انتهى وانا كنت شايف وكان في انفراد لبالحاج، كان في كوره طويله انفراد لبالحاج برضه، طلع صبحي قام بدور الليبرو زي ما دايما بيقولوا وطلعها بدماغه. وانا شايف ان الشوط الاولاني كان مميز جدا لصبحي، وشايف ان الزمالك كان معرض برضه ان هو بيخترق. الزمالك فضل بالشكل ده لحد تقريبا جون سيراميكا يعني. بعد جون سيراميكا شفنا وجه مغاير شويه للزمالك، بس انا كنت حاسس ان فكره الثلاثه مع المدافعين الطرف مخليه مدافعين الطرف سواء عمر، يمكن عمر كان بيرجع اكتر شويه من بنتايج، بس مخليه الزمالك شويه مخترق، الى جانب طبعا الميس باص الكتير اللي حصل سواء من الونش في خطا مشترك في الشوط الثاني منه في كوره فخر لقاي اللي كانت هتيجي جول، او في الكوره اللي كانت هتيجي في الشوط الاولاني كان هيجيبها اللي كان هيجيبها اسلام عيسى لاعب سيراميكا في الشوط الاولاني، الانفراد اللي طلعه صبحي. حسيت ان الشوط الاولاني الزمالك تقدمه كان الزمالك ما خدش فرص كتير قوي باستثناء الفاول اللي في الاول. حسيت يعني تقدم الزمالك كان منطقي، بس ما كانش الزمالك ليه زي سيطره مطلقه في الملعب يعني. الشوط الثاني بيبدا، والكوره اللي احنا اتكلمنا فيها الاختراق مميز قوي لشحاته، وعمر جابر لعبها بالعرض، ناصر منسي يريحها لعبد الله، عبد الله عدل وشاط، لعيب سيراميكا مد ايده واتحسبت بنالتي. دخل عبد الله حطها جنب العارضه، وفي كوره زي ما اتكلمنا يعني نتمنى ما تتكررش منه يعني. بعد كده ابتدى سيراميكا يخش في الماتش اكتر، وجت الكوره اللي هي انا محمل محمد صبحي في الجول. انا عارف الناس مش شايفه ان الكوره بعيده، بس هو الخطا من بنتايج او من حسام العرضيه. وفي نفس الوقت برضو اللي ماسكين موكا، اللي هو موكا، موضوع موكا ده غريب جدا. الزمالك عقده الاكس ابتدت تخش معاه في فقره ان اللعيب اللي بنعدي عليه نفاوضه بقى اكس، يعني بقى يسجل فينا، يعني موضوع غريب جدا والله. سجل، وبعد تسجيله ابتدى، كان ساعتها الراجل بيجهز التغييرات يعني، هو وزيزو كان على الخط الحقيقه، والراجل قرر ان هو ياخد الريسك ويغير، بس سحب سيف الدين الجزيري ونزل مصطفى شلبي في دور الفولس ناين، على مصطفى شلبي دافع وينج اصلا يعني. ونزل ونزل زيزو في مكانه كوينج يمين، وبعدين شويه كده ودى زيزو وينج شمال، ومصطفى شلبي كان هو الفولس ناين يعني. في حاجه عايز اتوقف عليها مع مصطفى شلبي، في لقطه كده هي لقطه دايما مقرره منه يعني. هو مصطفى شلبي الكوره اللي هو بيبقى طالع داخل بيجري، الباك سواء من اول عبد الشافي يعني، من اي باك لعب جنب مصطفى شلبي ممكن يالف كتاب في القصه دي. فتوح، عبد الشافي، بنتايج، حتى عمر جابر لما بيجي يلعب باك شمال، مصطفى شلبي ما بيعرفش يطلع الباك.
انا مصطفى شلبي ما بيطلعش الباك ليه؟ يعني هو، والغريبه ان هو لما بيخش لقلب الملعب بيروح مباصيها غلط. يعني طب مصطفى، طب طلع الباك. يعني هي اسهل ان انت تطلع الباك، يعني طلع الباك يعني ما تجريش الراجل من اخر الملعب وبعدين ما تطلعوش خصوصا لو فاضي يعني انا يعني انا عندي مشاكل مع قرار مصطفى شلبي في حاجات كتير يعني. بس نقطه تطليع الباك دي نقطه ظاهره جدا، نقطه ظاهره جدا. يعني انا حتى مش فاكر كوره هو طلع فيها الباك. يعني الراجل بقاله معانا داخل في 3 سنين اهو ما بيطلعش الباك. طلع الباك يا مصطفى يعني عادي، مش عيب، مش ما فيهاش حاجه يعني. زمايلك في الفرقه عادي ممكن تطلعهم يعني. انا مش عارف والله، يعني مش عارف الكوره يعني بنتائج. انا لو بنتائج كنت زعلت قوي يعني، كنت زعلت بجد والله، يعني حاجه تزعل يعني فعلا. لحد ما نزل زيزو وابتدى الزمالك يحاول يسيطر على اللعب، وفعلا سيطر على اللعب وابتدى يخلق فرص. تحس بقى ان الموضوع ابتدى يخش في قصه الزمالك بقى مسيطر على كل حته في الملعب. ما ابتداش نشوف فرص لسيراميكا، اللهم الا المحاولات للعب الكوره. هم نزلوا زلاكا. هم عملوا تغييرين، نزلوا زلاكا ونزلوا محمد رضا بوبو ورا بعض يعني. كانت المحاوله ان هم يلعبوا الناحيه الثانيه، غيروا اللعب، بدل ما يلعبوا مكان بنتايج بنزول زيزو بقى ووجوده في الوينج الشمال، ابتدوا يلعبوا ورا والناحيه الثانيه ورا عمر جابر وعند صلاح مصدق. الحقيقه في كورتين، واحده منهم كانت كوره في رجل زلاكا، حاول يرقص صلاح مصدق لجوه اتقطعت، وواحده ثانيه اتلعبت وقبل ما تروح في المساحه كان صلاح مصدق قاطعها. الحقيقه انا شايف ان صلاح مصدق الافضل، يعني اي مدافع في الزمالك تحديدا وفي الفرق الكبيره بتحكم عليه اكتر مع فكره وجوده في مساحات. صلاح مصدق امبارح كان كويس، ده مش حكم مطلق يعني، بس اللي قدمه امبارح في فكره وجوده في مساحه ووجود زلاكا وان هو قدر، الكورتين دول كانوا مؤثرين جدا 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 في الماتش، لان سيراميكا حاسه انها مش عارفه تطلع من الضغط. جه الانفراد اللي اتكلمنا فيه، اللي كوره معتاده من شحاته اللي امبارح كان قدم مباراه كبيره زي ما اتكلمنا وضيعها وراحت لزيزو. انا برضو كنت شايف ان زيزو برضو يعني لما لقى الدنيا قفلت قوي كده، اللقطه اللي كان عملها عمرو زكي في فاينل الكاس بتاع انه كان ممكن يلم لبره، كانت كل فرقه سيراميكا طلعت من الملعب. بس هي الكوره زيزو شاط، هو تقريبا كانت صعبه شويه يعني، فزيزو شاط فالكوره ما دخلتش يعني، محمد بسام لحقها. الحقيقه انا كنت خايف الماتش يقلب، خصوصا مع اللقطه اللي هي الباص الغلط اللي هي ما تقدرش تحكم قوي. انا مش قادر احكم قوي هل محمد شحاته ما عرفش يستلمها ولا الونش باصها غلط. بس هي خطا مشترك طبعا. انا بحمل الونش، انا شايف ان الونش غلطان اكتر، رايي انا يعني الونش غلطان اكتر. راحت لفخري لقاي وهو شاط، الكوره كانت ممكن تخش، بس انا شايف ان هو استعجل وشاط، لان هم كانوا ممكن يخلقوا موقف احسن من كده شويه يعني. تقريبا بعد الكوره بتاعت زيزو ردت بالانفراد ده، تقريبا بقى الماتش قلب بقى. فجت الكوره اللي هي زيزو استلمها من قلب الملعب، وكان بنتايك هو شاور لبنتايك يجري. بنتايك ابتدى يتحرك، فابتدى ياخد انظار المدافع، فعرف يقطم لجوه وشاطها. وهنا تيجي النقطه اللي انا اتكلمت فيها في كذا فيديو، فكره ان زيزو قدراته ووجوده كنجم الفرقه. هنيجي لنقطه تجديده قبل ما اقفل الفيديو يعني، ولا خلينا نتكلم فيها يعني. والنجم اللي احنا عايزينه نكمل في الزمالك ان شاء الله وبنطالبه يكمل في الزمالك، قدراته تطالب ان هو يلعب في المكان ده. الزمالك محتاج وينج شمال، وانت يا زيزو وجودك ناحيه اليمين بترفع اوفر، انتهت. ارفع من الشمال، خش جوه الملعب، بتديك يعني بدل ما فكره ان الفرق كلها هتقفل على زيزو الاوفر، هيبقى عنده فكره الاوفر باليمين او بالشمال. هيبقى عنده ان هو يقطم ويشوط زي امبارح، سواء لان زيزو كمان ستايله في الشوطه نفسه مميز. يعني الفينش اللي هو حاطه بطن رجله بالشكل ده شكل حلو، شكل مميز، شكل شكل شبه انا مش بقول زيزو ديفيد بيكهام، بس ديفيد بيكهام كان من اللعيبه اللي ليها ستايل وهو بيرفع، كان في زي براند كده لشكل بيكهام وهو بيضرب الكوره برجله. زيزو اللي ممكن يبقى حاجه كده، في براند لزيزو وهو بيشوط، شكل حطته يعني التكنيك اللي زيزو بينفذ بيه سواء الكورنر او الفاول او الشوطه، تكنيك حلو. فانت زيزو لو انت اتحطيت في المكان بتاع الوينج الشمال ده مع سرعتك وقوتك واندفاعاتك واللي عندك، هتقدر تأدي وهتدي فرصه للعيبه شول تلعب الناحيه الثانيه وتدخل الوينجات وتعدل بقى الملعب وتحل مشكله الزمالك اللي بقى لها كتير، ان انت مضطر تلاعب وينج يمين بيلعب برجله اليمين، فبالتالي ما بتبقاش فرصه للعيب اشول يبقى في الملعب. دي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها كتير جدا، تقدر تشوفها بوضوح في الجون وجود زيزو في الوينج الشمال. فيريرا كان حاول فيها كتير،
جوميز كان بيلعب زيزو 10 بشكل بيخليه يكمل على اي وينج من الوينجين. انا شايف ان ده الوقت المناسب ان شاء الله بعد موضوع ملف التجديد ما يتحسم، ان زيزو ينتقل للمكان ده ويبقى موجود فيه بشكل دايم، خصوصا لو رجع مع احمد الجفاري اللي هو الصفقه اللي جاته اصيبت يعني لمكانه الاصلي وينج رايت. فهتفرق جدا مع الفرقه وجود اتنين لعيبه كل واحد باليمين وواحد بالشمال متنوعي الاستخدامات، ان هم قادرين يبقوا موجودين في الملعب بالشكل ده يعني. والى جانب ان قدرات زيزو هتبان اكتر في الشوط والمراوغه وبتاع لما رجله اليمين تبقى جوه الملعب. فانا شايف ان بسيرو ده كان قرار كويس منه بوجود زيزو في المكان ده، والجون جميل جدا وفي توقيت كويس جدا. اتمنى ان زيزو يدرك بشكل برجماتي ان هو هيروح، لو راح للمنافس علشان فرق الفلوس فهو هيبقى واحد من الناس زي كل الناس، هيبقى واحد من الناس زيه في اتنين وتلاته واربعه. ويوم ما زيزو رجله مش هتبقى شايلاه هيلاقي نفسه في القناه، هيلاقي نفسه في الاتحاد، هيلاقي نفسه بينهي بالشكل اللي نهى بيه معتز اينو ورضا عبد العال وطارق السعيد، اللي بلسانهم هم يعني قالوا احنا بقينا فين، ولو كنا في الزمالك كنا كملنا كنا فين. زيزو اسطوره عند نادي الزمالك، اسطوره عند جمهوره. لو انت عايز تلعب كوره وعايز تفضل سوبر ستار وعايز تفضل اساسي جنب لعيبه ليفربول ومانشستر سيتي في منتخب مصر، كمل في الزمالك. عايز تروح الاهلي تبقى واحد من الناس زي كل الناس، زيك زي 10 لعيبه بيلعبوا في مركزك. ويوم ما انت مش هتبقى كويس، مش بس مش هتبقى في الملعب، هتبقى بره النادي. روح يعني. هو انت لو الموضوع فلوس بس، لو الموضوع فلوس بس وانت بتحسبها حسبتها فلوس بس، مش هنقدر نقول لك اقعد. لو الحسبه فلوس بس، حتى رغم ان عرض الزمالك انا شايفه ماديا ممتاز، يعني انا شايف ان عرض الزمالك ماديا كويس جدا. انت بتتكلم في حوالي مليون و600 الف دولار في السنه، رقم يقترب من مرتبك لو كنت احترفت في دوريات الخليج. بس انت في الزمالك انت نجم الفرقه، انت سوبر ستار الفرقه، انت بيتصبر عليك في الملعب، انت ما بتتغيرش. انت بتروح منتخب مصر وتلعب جنب لعيبه مانشستر سيتي وليفربول سواء صلاح او مرموش. انت نجم، انت اسمك بيتقال كواحد نمره واحد او اتنين طول الوقت في مصر. عايز تروح تبقى نمره اتنين او نمره تلاته او نمره اربعه او تبقى واحد موجود في الاهلي، مش روح يعني. هي الفكره كلها عايز تلعب كوره خليك في الزمالك، والاهلي واخدك عشان الزمالك ما يستفيدش بيك اكتر من فكره ان انت تستفيد بيهم. لان انت سواء هتبقى وينج يمين او وينج شمال، هم عندهم دلوقتي امام عاشور هو الوينج اليمين تقريبا بيلعب هو في المكان ده، والناحيه الثانيه اشرف بن شرقي في الوينج الشمال. ما انا ما اعرفش يعني. انا عارف ان زيزو قدراته ممكن تلعبه على دول، بس انا ما اعرفش اذا كان هيقدر الموضوع ملعب بس ولا لا. لو رحت هتقدر تلعب، هتبقى اساسي في منتخب مصر. انت في الزمالك، لان الزمالك الحكم فيه للملعب فقط. مفيش لعيب بيجي الزمالك عشان يتحرم منه انديه تانية، او في لعيب بنقعده جنبينا عشان ما يروحش النادي التاني، او بنشتري لعيب عشان نحرمه. حسبة الزمالك دايما في لعيبته ملعب بس. وفكره قدامك شيكابالا، وقدامك طارق السعيد، وقدامك رضا عبد العال. انت عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى جمال عبد الحميد وشيكابالا؟ عايز تبقى حد حازم امام؟ عايز تبقى حد من الناس اللي بطلت الزمالك زي اساطير الزمالك اللي اسمهم لحد دلوقتي وكل لقطاتهم بتتبروز ووجودهم واسمهم وبيتقابلوا في كل حته بمكان؟ ولا عايز تطلع تبقى ترند في يوم من الايام علشان يرضوا يستضيفوك في البرنامج بان انت تقول اراء غريبه زي الناس يعني؟ فالخيار لزيزو في النهايه، الخيار لزيزو. المعامله الاكسبشنال اللي جمهور الزمالك بيعاملها لك يا زيزو دي ليها ثمن، وجودك في الزمالك ليه ثمن. وفي النهايه الزمالك عارض عليك فلوس، الزمالك مش بيقول لك العب ببلاش. فانا اتمنى موضوع زيزو يتقفل، واتمنى ان لقطه الجون دي تبقى حاسمه في تجديده. فربنا يسهل ان شاء الله. انا بشكل شخصي متمني جدا ان هو يكمل في الزمالك، متمني جدا يكمل، لان الراجل دلوقتي قدامه حاجه بسيطه جدا ويبقى هو دلوقتي من الهدافين التاريخيين للزمالك. اللي قريبين منه انت بتتكلم في حسن شحاته وعبد الحليم علي وناس اسامي كبيره جدا. عايز تروح تبدا من هناك تثبت نفسك ان انت ينفع تلعب اساسي، وهيعاملوك كانك جاي من الزمالك. انت لا هتبقى نمره واحد عندهم، ولا هم هيقدروا تضحيتك بكاريرك الكبيره اللي انت هتعملها فتسيب الزمالك. الزمالك شريك، الزمالك باقي عليك، الزمالك مقدم لك عرض في عز ازمته الماليه، بيقول لك انا مستعد حرفيا يعني كده
ابيع اي حاجه، ده انا بقدم لك عرض مادي يعني. الجمهور شريك حطك على دماغه، مفيش ما تصدقش فكره الاهلاويه اللي كانوا بيجوا في الماتشات يكلموك. الجمهور انت شفت بعينك في الخمس سنين اللي انت لعبتهم، انت جيت النادي في يناير 2019، احنا في يناير، احنا في مارس 26، انت بقالك 6 سنين في النادي تقريبا، شفت فيهم جمهور الزمالك وانت عارف جمهور الزمالك. اتمنى ان انت تحكم العقل وتدرك ان اللي عندك في الزمالك مش قليل. قصه لو قصه مزايدات وفلوس، الزمالك مديك الفلوس الماديه اللي متناسبه جدا جدا اكتر. أنا النادي بوضعه المالي ده انا مستغرب من العرض اللي بيتقدم لك، انا بكلمك بامانه الله. احنا حرفيا واحد بيبيع كليته علشان عشان يحافظ عليك يعني واحنا النادي تقريبا بيبيع كليته، يعني احنا دافعين الزمالك. الزمالك مقدم لك رقم محترم، الزمالك بيحاول باقي عليك، الزمالك شريك. الاكشن سبيك لاودر ذان ووردز، يعني انت تقدر تشوفها في ان جمهور الزمالك، محبه جمهور الزمالك، في الفلوس اللي بتدفع لك، في ان انت كنت دايما نمره واحد في التجديد والاولويه والفلوس، ما حدش اتفضل عليك، ما حدش اتبدى عليك، بالعكس في لعيبه سابت النادي بسبب ان زيزو كان بيتبدى عليهم. فهو جمهور الزمالك انت قدام لحظه محتاج ترد فيها بشكل عملي على محبه اللي عملوه معاك الناس يعني. اتمنى ان شاء الله يكون الموضوع حاسم معاك ان شاء الله باذن الله، يكون الجون ده ليه اسهم في وجودك في النادي واستمرارك فيه يعني. بعد الجون بعد الجون زيزو ومصطفى شلبي عرفوا يضيعوا الوقت. احنا حصل تغيير، نزل عبد الله السعيد المنهك والمرهق والمصاب والمخبوط في ركبته اللي ما خرجش من الملعب الا والزمالك متقدم. شكرا يا عبد الله، شكرا يا عبد الله، واحد من اهم نجوم الكره المصريه في تاريخها، شاء من شاء وابى من ابى، رقميا واداء واصرار ووجود رغم ان هو كان مش موفق في ضربه الجزاء اللي ضيعها، بس ما تقدرش تنكر ان الراجل من اهم اسباب صناعه الجون لزيزو. لان هو لو شفت قرار عبد الله وتصرفه في الكوره تفهم يعني ايه لعيب كبير ووقف وبص وغير الملعب برجله اللي ما بيلعبش بيها كتير الشمال. خرج عبد الله ونزل ناصر منسي والزمالك قدر يضيع 6 دقايق. يمكن دي لاول مره الواحد يشوفها بوضوح، الزمالك قادر يستحوذ سلبيا فيحافظ على النتيجه. ان الزمالك ما تهددش بعد جون زيزو، صبحي ما اختبرش بعد جون زيزو. اتمنى يكون حاجه بسيرو اشتغل عليها، لان برضه واضح امبارح في ان الكور الثابته ان لعيبه الزمالك خدتها كلها وسيراميكا اللي احنا كنا اتكلمنا فيها الماتشات اللي فاتت، فواضح ان ال 17 يوم التوقف ما عدوش على بسيرو كده يعني. فدي نقطه برضه ايجابيه لازم نقولها يعني، الشيء بالشيء يذكر يعني. استحواذ سلبي، وزي ما اتكلمنا ان الحكم كان بلا اي اهواء في فكره ان هو سواء الانذارات او الكور ال 50-50 فرقت جدا مع لعيبه الزمالك وفرقت جدا مع وجودهم في الملعب. شكرا كابتن بيبو وشكرا كابتن محمد ابو العينين على الحكم الاجنبي. عيد سعيد عليكم، ان شاء الله نلتقي على خير. انا خلصت شويه النقط اللي كانت عندي ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.